احلى بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قد الدنيا كلها، واسفه جدا 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 على التاخير، وما كانش فيديوهات وكل الكلام ده. كان عندي دور برد مش طبيعي، ما كانش بيخلص، وصوتي ما كانش اصلا طالع. اول ما حسيت ان انا قدرت اتكلم وبقيت كويسه، قلت لازم اعمل لكم فيديو، عشان الفيديو النهارده مهم جدا جدا. قبل ما ابدا عايزه اقول لكم شكرا لكل بنوته دخلت وسالت وقالت لي انت فين وطمنينا عليكي. انا هو الحمد لله تمام، وشكرا جدا 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 على سؤالك. طيب قبل ما ابدا في اي حاجه تاني بقى، اعملوا سبسكرايب، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان دوسوا على زرار الاشعارات عشان اول ما ينزل فيديو انت تبقي اول واحده تتفرجي عليه. نبدأ بقى في حلقتنا النهاردة، فيها عن مفضلاتي في 2016 وعن البلاننج اللي انا عاملاها للقناة في 2017. السنة اللي فاتت طلعت قلت لكم مفضلاتي في 2015 ايه، وكانت عبارة عن برودكت انا استخدمتها او حاجات عجبتني فحبيت اقولها لكم. اما السنه دي فمفضلاتي في 2016 كانت انتم. بجد ده مش كلام بقوله كده عشان بقى ايه يعني نحب بعض والكلام ده كله، ابدا والله بجد. 2016 بالنسبه لي ما كانتش يعني قوي، كانت فيها شويه ظروف كده وحاجات، بس الحمد لله الحمد لله كله بيعدي والحمد لله ان احنا كويسين. بس كانت احلى حاجه فيها فعلا ان انا اللي عملت القناه، وان انا بقى عندي ناس محترمه وناس كويسه جدا بتسال عليا، بتعملي كومنت حلو، بتشجعني استمري اعملي ده، الاضاءه هنا ما كانتش قوي غيري الاضاءه، اعملي مش عارفه ايه، واقفين جنبي، وكلامكم كنت بحطه فوق راسي بجد، وكان جميل وكان بيشجعني ان انا اقوم واعمل فيديوهات ليكم. فمفضلاتي في 2016 هي انتوا بجد. يمكن انا القناه بتاعتي مش كبيره ومش معروفه قوي، بس انا فرحانه بالناس اللي فيها، فرحانه بالناس المحترمه اللي جواها، الناس اللي كلها ذوق وبتتكلم بمنتهى الاحترام والذوق، فانا مبسوطه جدا. مش فارق معايا العدد، بفرح طبعا لما العدد بيزيد، بس مش مستعجله خالص. اهم حاجه اللي انا اقوله يكون مفيد ليكوا، ويكون مقدمه بشكل محترم ويليق عليكوا، ويكون عند حسن ظنكم. فدي كانت بالنسبه لمفضلاتي في 2016. نيجي بقى ل 2017 وناويه ان شاء الله اعمل فيها ايه. قبل ما اقول لكم ناويه اعمل فيها ايه، انا عايزه اقول الفقرات ان شاء الله ان انا بدات اعملها في 2016، وحسيت الحمد لله الحمد لله ان هي عجبتكم وبتطلبوها كتير. الفقره بتاعت نقنقه مع رباب، ان انا بعمل لكم شويه نقنقه كده واكل بسيط على قد يعني. انا مش بروفيشنال قوي في الاكل، بس الحاجه اللي بحب اعملها والحاجه اللي بحسها سهله ممكن تتعمل بعملها لكم. سميت الفقره نقنقه مع رباب، والحمد لله الحمد لله ليها ناسها وناس بتطلبها، وبيطلبوا كمان اكلات معينه. فاستنوا بقى فيها كل جديد ان شاء الله، مكمله معانا في 2017، واكلات كده سهله وبسيطه وكمان طعمها حلو. كمان الفقره اللي عجبتكم جدا هي كانت الطبيعه احلى، اللي هي بتبقى عباره عن ماسكات وماسكات. كمان بحاول اجيب لكم الماسكات الموجوده جوه البيت، المنتجات اللي موجوده في اي بيت يعني، على قد ما اقدر يعني. بجربها بشوفها كويسه على بشرتي، وطبعا بطلع اقول ان هي مثلا على بشرتي، عشان انا مثلا بشرتي زي ما انتم عارفين مختلطه مع الدهنيه، فبطلع اقول لكم دي كانت كويسه للبشره دي. وبجرب ساعات على بشرات تانية واقول لكم هل حلوه للجافه ولا لا، حلوه للدهنيه قوي. فهي فقره معموله لكل البنات اللي بيحبوا الماسكات الطبيعيه، وكمان ما بيحبوش يحطوا ميك اب كتير، فحابين يبقى بشرتهم كويسه. فدي الفقره هتبقى ليكي استنيها كمان في 2017 هتبقى معانا. طبعا هيبدا في فيديوهات مختلفه متنوعه، دي تبقى موجوده عادي. وكمان الريفيوز اللي انتوا بتحبوها، اللي انا اجيب منتج واقول لكم رايي فيها ايه. انا بقالي فتره فعلا ما عملتش نوعيه اسمها ايه، نوعيه الفيديوهات دي، بس ان شاء الله هترجع تاني معانا. وطبعا فيديوهات بقى المختلفه، نصايح، حاجه شفتها، حاجه عجبتني، بتكلم معاكم، دردشه، كل دي هتبقى معانا في 2017. طيب ايه بقى الفقرتين الجداد اللي لسه هينزلوا ان شاء الله ان شاء الله؟ اول فقره معانا هي فقره صباحك في دقيقه.
صباحك في دقيقة دي ان شاء الله هتبقى فقرة يومية، وبإذن الله بإذن الله ممكن تنزل كمان من بكرة او من بعده، يعني قبل 2017 كمان، عشان انا متحمسة جدا ليها. صباحك في دقيقة هيبقى فيديو مدته دقيقة، بطلع لكم فيها حاجات من قلبي، حاجات انا حسيتها، حاجات شفتها، حاجات ممكن تبقى استفزتني، حاجات المهم بطلع اصبح عليكم واقول لكم كده كام حاجه حلوه، واقولها لنفسي كمان. يعني في حاجات عايزه اسمعها لنفسي، فحابه اقولها لكم واقولها ليا بصوت عالي عشان كلنا نعملها. قريت حاجه عجبتني، شفت حاجه عجبتني، حاجه حسيتها، هطلع اقولها لكم في صباحك في دقيقه. عشان الناس اللي بتقول عايزه فيديوهات على طول على طول، هيبقى فيه اول الحمد لله فيديو يوميا اصبح عليكم فيه كل يوم. يا رب بس متزهقوش مني. الفقرة التانية اللي هتبقى معانا هي هتبقى فقرة طلباتك اوامر. طلباتك اوامر دي اي كومنت بيجيلي او اي حد بيبعت لي مسج بحاجه معينه او بفكره معينه او طلب، يعني عايزاكي تعملي حاجه، عايزاكي تعملي لي فيديو معين. الفقره دي هتبقى اسمها طلباتك اوامر. اطلبوا اللي انتوا عايزينه، اي موضوع عايزين اتكلم فيه، اي حاجه عايزيني اطلع اعملها لكم. دي هتبقى فقره ان شاء الله في 2017 تبدا معانا. اي طلب انتوا عايزينه هتنزل فقره طلباتك اوامر، وتبقى ليكي انت مخصصه للبنوته اللي طلبت. يعني طلبتي حاجه هعمل لك فيديو ليكي مخصص بطلبك بالظبط. ف دول بالنسبة للفقرتين اللي هيبقوا معانا جداد في 2017. يا رب أكون الأفكار اللي بفكر فيها تعجبكم، وبتطور معاكم واحدة واحدة، ويا رب بس أكون عند حسن ظنكم، فعلا أعمل لكم حاجة كويسة وحاجة تستفيدوا منها. أنا القناة عاملاها عشان انا استفيد وانتوا تستفيدوا، انا استفيد من تجاربكم. انتوا ساعات كمان بتقولوا لي حاجات، جربي ده مع ده، لو مثلا حسيت فيه فاونديشن مش عاجبني بتقولي لا حطي عليه حاجه، اعملي عليه مش عارفه ايه. هو ده كان هدفي من القناه، ان انا استفيد من تجاربكم انتوا كمان، وكمان اطلع اقول لكم حاجه كويسه وتفيدكم، يعني مش يبقى فيديو كده وخلاص. فيا رب بقى اكون عند حسن ظنكم. انا حاسه ان انا لكيت كتير في الفيديو ده، بس عشان انتوا فعلا كنتوا وحشاني جدا جدا. وان شاء الله ان شاء الله ادعوا لي كده ابقى كويسه، وميبقاش في اي تاخير تاني في الفيديوهات. كفايه بقى كده عليكم النهارده، عشان انا حاسه ان انا صدعتكم. وعايزه اقول لكم طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، ويا رب ان شاء الله ان شاء الله اللي ما قدرش يحقق حاجه السنه اللي فاتت يقدر يحققها السنه دي. كل حد بيتمنى حاجه يا رب يا رب ربنا يحققها له السنه دي، وسنه ان شاء الله تبقى خير وكويسه علينا كلنا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، وباي باي.